طبيب المنتخب المغربي السابق يخرج عن صمته وينتقد وليد الركراكي. 5 مباريات ودية تنتظر أسود الأطلس سنة 2025، وحمزة إيغامان يتألق في اسكتلندا ويقدم لوليد الركراكي البرهان. وهذه هي حظوظ الرجاء والجيش الملكي للتأهل في عصبة الأبطال الإفريقية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بن حمدي سبور، القناة اللي مختصة في أخبار الرياضة المغربية وأخبار المحترفين المغاربة في العالم. كنتمنى منكم تدعموني بالاشتراك في القناة واللايك، وايضا بغيت نشوف التفاعل ديالكم في التعليقات. وفي البدايه غادي نبداو باخبار المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يخوض 5 ديال المباريات وديه في سنه 2025، حيث قرر الناخب الوطني برمجه 5 مباريات وديه استعدادا لنهائيات كاس افريقيا المقرره في المملكه المغربيه بين دجنبر ويناير من سنتي 2025 و 26. وكيسمح تاريخ الفيفا بعدد من التوقفات الدولية، ومنها سيكون المنتخب المغربي مجبرا بخوض مباريات عن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026. وسيكون المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي متاح له خوض 5 مباريات ودية، وغادي تكون الأولى في شهر يونيو المقبل، حيث أن المنتخب المغربي كيستنى القرعة ديال كأس إفريقيا واللي مقررة غادي تقام في 27 من الشهر الجاري للحسم في خصوم المنتخب المغربي. اذا 5 ديال المباريات غادي تكون استعدادا لنهائيه كاس افريقيا. كنتمناو من الجامعه ومن المدرب وليد الركراكي انهم يفتشوا على منتخبات اللي تكون في المستوى العالي كنيجيريا، كالكاميرون، السنغال، مصر، ولما لا الجزائر، باش المنتخب ديالنا يتنافس على اعلى مستويات في القاره الافريقيه. في نظر ديالكم شكون هما المنتخبات اللي يقدروا يلعبوا مباريات وديه مع المنتخب المغربي؟ ونبقاو في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وخبر كيتعلق بالمشاركه ديال المنتخب المغربي في كاس العرب اللي غادي تقام في قطر أواخر السنة الجارية. كشفت تقارير صحفية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي إفريقيا للاعبين المحليين الشان المقررة إقامتها الشهر المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا، وأيضا كأس العرب التي ستستضيفها قطر من الفترة ما بين 1 إلى 18 دجنبر المقبل. أفادت التقارير بأن الجامعة ستعتمد على المنتخب الرديف بقيادة المدرب طارق السكيتيوي مع ضم لاعبين من المنتخب المحلي وبعض المحترفين في الدوريات العربية والخليجية. ورغم التداخل الزمني بين الشان وكأس العرب، فأكدت المصادر أن الجامعة كتسعى لضمان مشاركة فعالة دون التأثير على تحضيرات المنتخب الوطني الأول لكأس إفريقيا مقرر بين 21 دجنبر و 16 يناير 2026. جدير بالذكر أن قرعة الشان غادي تجرى في 15 يناير بالعاصمة نيروبي. فنظركم كيفاش كتشوفوا مشاركة المنتخب المغربي في بطولة الشان، البطولة اللي انسحبوا منها أغلب المنتخبات العربية كمصر، تونس، الجزائر، كبرى المنتخبات الإفريقية، وأيضا مشاركة المنتخب المغربي الرديف في كأس العرب بقطر؟ بغيت نشوف الإجابة ديالكم في التعليقات. ونبقاو في أخبار المنتخب المغربي، وخبر اللي عمل ضجة هذا الأسبوع بحيث أن طبيب المنتخب المغربي السابق الدكتور عبد الرزاق هفتي فجر قنبلة بتصريحات كتتعلق بوليد الركراكي. طبيب الأسود السابق يكشف ما حدث خلال الكواليس في نصف نهائي كأس العالم. في تصريح مثير أفاد عبد الرزاق هفتي طبيب المنتخب المغربي السابق بأن المدرب وليد الركراكي كان السبب الرئيسي في إقصاء المنتخب المغربي من نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا. وأشار طبيب الأسود السابق أن القرار أدى إلى تلقي المنتخب المغربي هدفا مبكرا مما أثر سلبا على الأداء العام للفريق، كما اعتبر هفتي أنه في حال عدم الفوز بكأس إفريقيا المقبلة يجب النظر في استمرار الركراكي كمدرب للمنتخب. وبالدارجة قال بلي أن الركراكي خصو يتعلق من البنان ديال رجليه إذا ما فاز بكأس إفريقيا في بلادنا. شوفوا التصريح ديال عبد الرزاق هفتي ونرجعوا نكملوا الاخبار ديالنا. خصنا نديوها ولا ما نديوناهاش، خص الركراكي يتعلق بصباعه رجليه. نقول لك واحد القضيه، هذيك الدومي فينال من بعد ذاك الماتش ديال الدومي فينال كندير دي كوشمار. اون لوغي بي الي على فينال، كان يمكننا نوصلوا لا فينال. جيتي كونتر كو داك اللاعب سايسيلات، جيتي كونتر كو سايسيلات avait une lésion il pouvait pas participer à ce match. J'étais pas d'accord.
كيف جالكم التصريح ديال عبد الرزاق حفتي وخصوصا في هذه الفترة هذه؟ واش فعلا وليد الركراكي هو سبب إقصاء المنتخب نصف نهائي بسبب إشراكه الغاني مسايس أمام فرنسا؟ وانتقلوا الأخبار المحترفين المغاربة والبداية مع المتألق الهداف حمزة إيغامان. حمزة إيغامان كيكتب التاريخ في الدوري الاسكتلندي، فبغض النظر على التسجيل ديال حمزة إيغامان الأهداف فالدوري الاسكتلندي هذه عام ونص ما تسجلش فيه شي هاتريك. حمزة إيغامان في المباراة السابقة تمكن أنه يسجل 3 ديال الأهداف، الفريق ديالو ما فاز ولكن قدر أنه يحطم هذا الرقم القياسي. والمقال كيقول إيغامان أول من فعلها في اسكتلندا منذ 2023. أعاد حمزة إيغامان الهاتريك إلى الدوري الاسكتلندي بعدما غابت الأهداف الثلاثية عن هذا الدوري الأزيد من سنة ونصف. فبعدما تمكن الدولي المغربي من منح فريقه غلاسكو رينجرز 3 ديال الأهداف خلال التعادل أمام المضيف هيبرنيين ب3 ديال الأهداف ل3 خلال الجولة الماضية من منافسات البطولة المحلية، تذكر الاسكتلنديون أخيرا الهاتريك التي غابت عنهم لمدة سنة ونصف. وكان آخر لاعب سجل الهاتريك في البطولة الاسكتلندية هو جوردان وايت لاعب روز كاونتي، وقد سجله في مرمى داندي يونايتد، والمباراة اللي انتهت ب3-1 يوم 13 ماي 2023. ومن يومها اختفت الأهداف الثلاثية في البطولة الاسكتلندية إلى أن سجل القناص ولد تمارا حمزة إيغامان الثلاثية في مرمى هيبرنيين. والإشارة فحمزة إيغامان الأقوى وأفضل تنقيط في المباراة بتنقيط 9.4، وهذا الشيء كيبين التألق ديالو، وخدا طبعا رجل المباراة والكرة ديال الهاتريك، وبالتالي كيواصل إيغامان تولي القيادة الهجومية للفريق ديالو، حيث أنه وصل الهدف السابع من 16 مباراة منها 9 مباريات رسمية، فيما وضع أول ثلاثية له بعد الثنائية الأولى واللي سجلها قبل دورتين أمام فريق مودرويل. وأكثر من ذلك فحمزة إيغامان سجل 11 هدف لصالح رينجرز هذا الموسم، 7 منها في الدوري الممتاز، ويظل متأخرا بهدفين فقط عن زميله في الفريق سيريل ديسيرز. ولكن بالوتيرة اللي كيسير بها حاليا حمزة إيغامان فقريب أنه يتخطى هذا الرقم، وقريب أنه إن شاء الله علاش لا أنه يصبح الهداف الدوري الاسكتلندي. وطبعا التألق ديالو راه كيطرق حاليا باب المنتخب وبقوة. طبعا التألق ديال حمزة إيغامان خلى الجماهير والمدرب ديال الفريق رينجرز أنه يتحدث عليه ويتحدث على الرحيل ديالو والأخبار اللي كتربط حمزة إيغامان بعدد ديال الفرق الأوروبية. فبات رحيل حمزة إيغامان عن فريقه غلاسكو رينجرز مسألة وقت فقط بعد التألق الكبير الذي يبهر به مباراة بعد أخرى، وهذا الشيء اللي كيقلق الجماهير الاسكتلندية وكيزيدهم شعورا باليأس. فالكثير منهم يرى أن الفريق لا يمكنه أن يحقق الكثير في حال رحيل إيغامان، كما أن الفريق لا يمكنه أن يحتفظ بهدافه الجديد بعدما دخل في حسابات العديد من الأندية الأوروبية. ومع تألقه المتزايد فبات الدولي المغربي تحت أنظار مزيد من الأندية التي ترغب في ضمه لصفوفها، وقد يحدث ذلك في الانتقالات الشتوية. مدرب رينجرز فيليب كليمنت كيتمنى أن إيغامان يبقى على الأقل إلى نهاية الموسم، إدراكا منه بأن إدارة الفريق لا يمكنها أن تقاوم العروض التي تأتي لحمزة إيغامان. ووفق تقارير إعلامية بريطانية فالرينجرز لم يجني مبالغ مهمة منذ فترة طويلة من بيع اللاعبين، وتألق حمزة إيغامان غادي يكون فرصة كبيرة لنادي رينجرز أنه يحصل على مداخيل اللي غادي تخول له أنه يجيب لاعبين آخرين بأثمنة أقل ويتألقوا ويعاود بهم في حال حمزة إيغامان. فكنتمناو لحمزة إيغامان التألق ويكمل في المسيرة ديالو ويزيد يسجل أهداف أخرى، وإن شاء الله بالتألق ديالو غادي يكون قريب في المنتخب المغربي. ففي النظر ديالكم شكون اللي حسن لحمزة إيغامان حاليا؟ واش ينتقل لشي فريق أوروبي في هذه الانتقالات الشتوية، أم أنه يبقى مع رينجرز إلى آخر الموسم أو إلى مواسم أخرى؟ ونمر لخبر آخر اللي يتعلق بالبطولة الأكثر تشويق وإثارة وغرابة بسبب قوانين ديال بطولة الكينغز ليغ والفريق المغربي اللي برئاسة ستريمرز واليوتيوبرز إلياس المالكي. فالمنتخب المغربي قدر
قدر أنه يتأهل للدور الربع النهائي بعد الفوز ديالو على منتخب الياباني ب4-2. المنتخب المغربي يفرمل اليابان ويواجه أمريكا في ربع نهائي دوري الملوك. فحقق المنتخب المغربي الأهم وهو التأهل لربع نهائي بطولة الكينغز ليج اللي مقامة حاليا بإيطاليا بعد ما تفوق الاثنين على حساب فريق اليابان ب4-2. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من عصام الراقي في الدقيقة 3، ثم أضاف نادر اللواح الهدف الثاني في الدقيقة 16 قبل أن يضيف الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 21. تواصلت المباراة بتسجيل المنتخب المغربي للهدف الرابع في الدقيقة 23 بواسطة فؤاد العمراني في انتظار مواجهة منتخب أمريكا في الدور الربع النهائي. فكل التوفيق للأصدقاء حدراف وعصام الراقي، ولما لا لولا الظروف يسجل في هذه المباراة ونمروا لنصف النهائي، وفي ديك الساعة لكل الحديث حديث، ولما لا النهائي إن شاء الله في طورينو. فكل التوفيق لوليدات المغرب ولوليدات إلياس المالكي. ونرجعوا لأخبار المحترفين المغاربة ومع النجم الأول للمنتخب أشرف حكيمي، واللي كيضيف لقب آخر لمشواره الرياضي. فبتحقيقه اللقب كأس الأبطال الفرنسية بعد الفوز على موناكو بهدف لا شيء، يكون الدولي المغربي أشرف حكيمي قد حقق اللقب رقم 13 له في مشواره كلاعب. وكان لقب كأس الأبطال هو الثالث الحكيمي مع باريس سان جيرمان. كان أشرف حكيمي حقق 4 ديال الألقاب مع ريال مدريد، بينها لقب عصبة أبطال أوروبا، ثم لقب السوبر الألماني مع نادي بروسيا دورتموند، ولقب البطولة الإيطالية مع إنتر ميلانو. وطبعا تضاف لكل هذه الألقاب الميدالية البرونزية مع المنتخب الأولمبي. وإن شاء الله 2025 كأس إفريقيا غادي تكون من نصيب المنتخب المغربي ويضيف حكيمي اللقب 14. وفي نفس المباراة كانت المشاركة ديال إلياس بن صغير مع نادي موناكو، للأسف ما تمكنش أنه يفوز. ونتمنوا لإلياس بن صغير المزيد من التألق ويزيد يخدم على راسو، إن شاء الله ينتقل لشي نادي يكون كبير في أوروبا ويحقق معه حتى هو الألقاب. صراحة الجيل اللي كيتوفر عليه المنتخب من لاعبين شباب، فحرام أننا ما نفوزوش بكأس إفريقيا المقبلة في بلادنا بهاد اللاعبين. ولما لا إن شاء الله في المستقبل نطمحوا نديو حتى كأس العالم. ونبقاو مع المحترفين، والمحترف زكريا الوحدي اللي كثر عليه القيل والقال وأنه غادي ينضم للمنتخب البلجيكي، فخرج بتصريح للصحافة البلجيكية وهذا هو المضمون ديالو. فزكريا الوحدي مازال متشبت بأنه يلعب مع المنتخب المغربي ويحمل قميص أسود الأطلس. عاد الدولي المغربي زكريا الوحدي للحديث مرة أخرى عن تشبته بحمل قميص منتخب بلده الأصلي المغرب، حيث أكد أنه سيعمل كل ما في وسعه لنيل ثقة الناخب الوطني وليد الركراكي. وقال الوحدي في الحوار ديالو مع الصحافة البلجيكية: حتى إذا قيل لي أنني سأضمن بنسبة 100% أن ألعب أساسيا مع الشياطين الحمر يعني منتخب بلجيكا، وأن فرصتي مع المنتخب المغرب لا تتجاوز 10%، فسأجد صعوبة في التغيير. أريد أن أفعل كل ما في استطاعتي لأغتنم فرصتي مع المنتخب المغربي. فكيبان باللي زكريا الوحدي متشبت أنه يلعب المنتخب المغربي رغم الإغراءات اللي كتجيه من بلجيكا ومن الصحافة البلجيكية. وفي تتمة المقال زكريا الوحدي قال باللي حققت ميدالية برونزية أولمبية مع المنتخب الأولمبي المغربي وكأس إفريقيا للأمم مع منتخب أقل من 23، ولطالما حملت هذا القميص بكل فخر. لقد قمت بهذا الاختيار من قلبي، وليس من طبيعي أن أغلق الباب فجأة. وعند التحاقه بالمنتخب الوطني لأول مرة قال زكريا: خصوص الأجواء، لقد أمضيت لحظات من الفرح مع المجموعة التي ساهمت في قلب الميزان لصالح أسود الأطلس، أبرزها التجربة الأولمبية طبعا. وأضاف: فجأة وجدت نفسي في الفريق مع نجوم كبار مثل حكيمي، الهداف رحيمي، والحارس منير المحمدي. هؤلاء هم اللاعبون الذي كنت أشجعهم، يعني كان غير كيتفرج فيهم ودابا رجع كيلعب معهم. حكيمي أعتبره الأخ الأكبر، لقد طمأنني على الفور عندما تبين أن أدائي في مركز الظهير الأيسر كان جيدا، وقال لي: انطلق
كالقطار. الميدالية البرونزية آمنة مع والدي، إنها جائزة أحملها وسأظل أعتز بها. فهنا كنلاحظوا بالدور الكبير اللي كيقوم به أشرف حكيمي، وكيف أنه كيضم اللاعبين الصغار وأنه كيشجعهم، كيف ما قال زكريا الوحدي بأنه مثابة الأخ الأكبر له. طبعا أنك تكون كتشوف حكيمي غير في التلفزيون فجأة تجبر راسك كتلعب معه، فهذا غادي يعطيك واحد الفخر كبير وواحد الشرف. وطبعا ما تقدرش انك تبدل المنتخب اللي فيه لاعبين كبار مثل حكيمي، زياش، دياز، رحيمي الى اخره. ندوزو لخبر اخر اللي متعلق بواحد اللاعب العزيز عليا بزاف اللي هو اسامه العزوزي، واللي الاصابه كانت المت به في الاولمبياد السابقه، والان بدا كيسترجع المستوى ديالو. فالعزوزي مع الأسف أو أنها خير له، العزوزي على لائحة الانتقالات ديال نادي بولونيا الإيطالي. فحددت إدارة نادي بولونيا بالتنسيق مع المدرب فيتشينزو إيطاليانو احتياجات الفريق خلال المرحلة القادمة، خصوصا أن سوق الانتقالات للاعبين الشتوي على وشك أن يفتح أبوابه. وقامت الإدارة المذكورة قبل كل شيء بإجراء تقييمات دقيقة بخصوص إمكانية تقليص عدد اللاعبين قبل إضافة التعزيزات الجديدة. وحسب صحيفة كورير ديلو سبور، فإن بولونيا يرغب في تقليص عدد لاعبي وسط الميدان في ظل العودة القوية للاعبه الاسكتلندي لويس فريكسون الذي غيبته الإصابة لفترة طويلة. وتؤكد الصحيفة أن النادي الإيطالي مستعد لسماع العروض المتعلقة بأسامة العزوزي الذي لا يدخل في حسابات المدرب لهذه الفترة. ولم يخوض أسامة العزوزي أي مباراة هذا الموسم بعد الإصابة التي مني بها على مستوى الركبة الصيف الماضي خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي المغربي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، واضطرته للخضوع للجراحة. وهو حاليا في المرحلة الأخيرة من التدريبات لتجهيزه للعودة للملاعب من جديد. ولم يتدرب قط مع المدرب الإيطاليانو الذي تعاقد معه بولونيا في بداية الموسم. والإشارة، فالعزوزي انضم بولونيا في صيف 2023 قادم من نادي يونيو البلجيكي بعقد كيمتد حتى ليونيو 2027. فكنتمناو الشفاء العاجل لأسامة العزوزي، وإن شاء الله يلقى شي نادي اللي يرجع فيه ويرجع المستوى ويرجع للمنتخب المغربي، فالبلاصة ديالو القتالية ديالو محتاجينها في المنتخب المغربي. وطبعا كنتمناو له الشفاء العاجل. والآن غادي ننتقلوا لأخبار الفرق المغربية المشاركة في عصبة أبطال إفريقيا. فالمجموعة ب اللي كتضمن كل من نادي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي ومانيما الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي، فهي مجموعة فيها حسابات التأهل جد معقدة. فمثلا حسابات التأهل بالنسبة لفريق الجيش الملكي حسابات جد بسيطة، فالفريق العسكري في حاجة لنقطة وحيدة اللي غادي تأهل رسميا للدور المقبل. وفي نهاية هذا الأسبوع كتجمع مباراة ما بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، فإذا انتهت بالتعادل فالجيش الملكي غادي يكون ضمن التأهل مباشرة للدور القادم بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة. أما فريق الرجاء البيضاوي وهو اللي المهمة ديالو شوية معقدة في هذه المجموعة، فباش يتأهل خصو ينتصر في مكناس أمام الجيش الملكي أو في العربي الزاولي أمام مانيما الكونغولي، وهنا غادي يوصل للنقطة 10. ديك الساعة ما غاديش تهمو نتائج الفرق الأخرى، وأيضا يقدر يتأهل حتى لو تعادل في مكناس أمام الجيش الملكي وينتصر أمام مانيما. ديك الساعة غادي يكون عنده 8 ديال النقاط، شريطة تعادل مانيما وسان داونز وتعادل الجيش الملكي في جنوب إفريقيا أمام سان داونز. بينما غادي تقصر الرجاء، والشي اللي ما نبغيوش ان شاء الله يتاهلوا الفرق المغربيه بجوج، وغادي تقصر الرجاء البيضاوي في حاله واحده، وهو الى انهزم في المباراه المقبله امام الجيش الملكي. وهذا الشيء اللي ما نبغيوش صراحه. هذه المجموعه اللي جاوا فيها جوج الفرق المغربيه كنا كنتمناو انهم ينتصروا في المقابلات ديالهم الاولى، خصوصا فريق الرجاء. الجيش راه ضامن بنسبه 90% انهم اهل. كنا كنتمناو انهم يفوزوا ويكونوا الان يعني كيلعبوا مرتاحين وضامنين التاهل ديالهم للادوار المقبله. وبالنسبة لنهضة بركان في كأس الكاف، المباراة الماضية فاز على نادي استاد المالي ب1-0 خارج الديار، وبهذا كيكون ضمن التأهل ديالو رسميا. كنتمنى إن شاء الله أن فريق الرجاء والجيش الملكي
حتى هما يضمنوا التأهل ديالهم في الجولات المقبلة القادمة ويلتحقوا بالنادي نهضة بركان ويشرفوا الكرة المغربية. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم. كنتمنوا أن الأخبار تكون نالت الإعجاب ديالكم. بغيت نشوف التعليق ديالكم، الآراء ديالكم، اقتراحات ديالكم، وبغيتكم أيضا تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب اللي مهتمين بالرياضة المغربية وكرة القدم والمحترفين المغاربة. كان معكم محمد العربي من قناة بن حمدي سبور. إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.